فانا جاي اقول لك النهارده على كل خباياها، على كل حاجه فيها بالنسبه للحاجات الموجوده فيها، التطبيقات بتاعتها، انك ازاي مثلا تشغل عليها موسيقى، ازاي ترن منها، ازاي اسم الشخص يظهر على الساعه عندك. حاجات من الحاجات دي ان شاء الله هنتكلم عنها في الفيديو ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، احلى ناس في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. طبعا زي ما انتم عارفين، لو انت لسه ما عرفتش ان في 3 حاجات مهمين لازم تعملهم، هما اللايك والشير في القناه، وتفعل طبعا جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله انا هنزله. طبعا من غير كلام كتير نبدا في الفيديو بتاعنا على طول عشان ما ياخدش معانا وقت. طبعا الفيديوهات اللي انا بعملها كلها بتتكلم عن السمارت ووتش، يعني انت عايز حاجه معينه في السمارت ووتش او حاجه انت مش عارف تعملها بالنسبه للتطبيقات مثلا بتاعتها، بالنسبه للساعه نفسها، بالنسبه للسعر، بالنسبه للامكانيات. فكل ده متاح معاك في القناه عندي هنا، ممكن تتفرج على الفيديو اللي يعجبك. وطبعا زي ما قلت لك، لو عايز اي حاجه ابعت لي على طول على الواتس او الفيسبوك او الانستجرام، كل ده موجود عندك في الديسكربشن تحت. وفيديونا النهارده هنتكلم عن ساعه مهمه جدا، وهي ال HK8 برو ماكس. طبعا الساعه دي انا عملت عنها مراجعه قبل كده، وتقدر تشوف الفيديو بتاعها من هنا او من هنا علامه الاي. فنتكلم بقى عن حاجات كتير انا شفتها في الساعه دي، وحاجات ما عرفتش اعملها، وحاجات كنت عايز اعملها فالحمد لله عرفت. فالحاجه اللي انا بعرفها هجيبها لك على طول عشان انت ما تحتارش مع الساعه دي. يعني برغم ان الساعه دي غاليه، بس المشكله ان فيها شويه او في تريكات كده بسيطه جدا هي اللي مبوخه شويه معايا. فانا جاي اقول لك النهارده على كل خباياها، على كل حاجه فيها بالنسبه للحاجات الموجوده فيها، التطبيقات بتاعتها، انك ازاي مثلا تشغل عليها موسيقى، ازاي ترن منها، ازاي اسم الشخص يظهر على الساعه عندك. حاجات من الحاجات دي ان شاء الله هنتكلم عنها في الفيديو ده. اول حاجه طبعا محتاجين نعرفها ان الساعه دي البرنامج بتاعها هو وير فيت برو، ده طبعا لازم تنزله عشان نبدا نشتغل عليه. طبعا كل اللي احنا عايزينه من الساعه دي هي الساعه نفسها، وبالنسبه للعلبه فاحنا هنركنها على جنب كده، ملهاش لازمه معانا دلوقتي. ونمسك الساعه ونجيب التليفون بتاعنا اللي هنشتغل عليه، ونفتح برنامج وير فيت برو. نفتح كده البرنامج مع بعض. وطبعا اول حاجه لازم تتاكد منها ان انت مشغل البلوتوث ومشغل اللي هو النت، او ان انت مثلا يكون عندك واي فاي، او طبعا مشغل داتا. بس الفكره ان انت البلوتوث هنا ما تتصلش الساعه على طول، يعني لازم تخش على البرنامج الاول عشان تعمل كل التطبيقات اللي انت عايزها او الشغل اللي احنا هنعمله. فهنفتح مع بعض كل البرنامج ده، الشكل بتاعه مفيش مشكله، تمام ماشي. ده انا يعتبر بعمله لك من الاول خالص لو انت ما سجلتش يعني قبل كده. فنعمل ماشي، تخش على جوجل لو انت مش عايز تعمل حساب او ما عندكش حساب. وثواني عشان النت عندي ايه يعني، في ذمة الله معروف النت في مصر يعني مش انا بس اللي بشكر فيه. يعني نفتح اي واحد، اي جيميل مش هتفرق معانا. هو كده سجل الدخول بتاعنا، وهيجيب يطلب منك شويه حاجات كده، تدوس موافق على كل حاجه. وده الشكل اللي قدامك اول ما تفتح البرنامج. طبعا تروح على كلمه معدات اللي هنا دي، الكلام اللي فوق ده مالكش دعوه بيه خالص، ماشي تمام. هو كان متصل بيه قبل كده، لا دي حاجه ثانيه، لا نمسح ده ونضيف جهاز جديد. تمام تمام، بص خليك معاه لحد ما توصل للي انت عايزه. تمام، نرجع كده مع بعض ونضيف جهاز. طبعا بص اول على طول هيشتغل معاك، دوس على كلمه ربط قدامك هنا، هيعمل اقتران بالساعه. طبعا ندوس كلمه تنفيذ الاختار. تمام، هي كده الساعه اتظبطت هنا، مفيش مشكله تمام. نديله كل يعني الصلاحيات اللي هو عايزها. تمام ماشي تمام، انا عارف ده. سماح 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 كمان مره، اخر واحده سماح بقى، ماشي. الاختار ده اللي هو يعني لو في حد بيرن عليك، في رسائل، في اي حاجه بتجي لك على الساعه بتاعتك، تدوس ماشي تنفيذ. تمام ماشي ان شاء الله يا فندم. كده احنا خلاص اتصلنا بالساعه. طبعا بيجي لك الشحن هنا واسمها وكل حاجه عنها. طبعا النت عندي انا ميت شويه. طب يا جماعه انا ظبطت النت بتاعنا عشان ايه؟ النت هو المشكله معايا. فهنعمل حاجه واحده، هي هندوس على الكلمه اللي قدامك دي اللي هي كل الاوجه اللي قدامك دي. هندوس هنا على يعدل او يكيف اللي مكتوبه فوق دي. تمام، هنا طلب الالبوم. هتضيف هنا من الصور اللي عندك اي صوره انت عايزها. مثلا ممكن نضيف اي صوره يا عم انت تعايق بيها، اي صوره، مش صوره زي كده مثلا. تمام، وهندوس موافق. تمام، هتدوس عليها كده دوسه واحده. هنا قدامك انت عايز تغير مكان التاريخ ده او مكان الساعه. عندك تحت كده مكتوب كلمه الموقع، انت عايز تخليها تحت كده ماشي. عايز تغير اللون بقى، معاك الالوان كلها، خليها ابيض، خليها ازرق، خليها بحلوي، اي لون يعجبك انت ممكن تغيره من الشكل اللي قدامك ده. وخلاص كده طالما النت عندك شغال كويس، هتدوس على كلمه تركيب. طبعا يقعد شويه كده يحمل، هتلاقي الساعه بتاعتك اشتغلت لوحدها بالمنظر اللي انت شايفه ده، ان هي بتحمل الصوره. طب بعد ما الصوره اتحملت، ده شكل الصوره قدامك اهي. طبعا الشاشه هنا سوبر اموليد، فهتجيب لك نفس الشكل اللي انت شايفه هنا في التليفون، نفس الشكل اللي هيطلع عندك في الساعه. وطبعا
بيطلع الجوده بتاعتها عاليه. طب انا عندي بقى ايه استفسار يا كوتش، هتقول لي نفس الكلمه اللي انا قولها لك دي. انا دلوقتي عايز احط 3 صور ولا 4 صور على الساعه واركنهم خالص، الكلام ده مش هينفع، هي صوره واحده بس اللي هينفع تضيفها كل مره، يعني كل مره هتضيف صوره هي واحده بس اللي هتضاف. طب انا لو لغيت مثلا الاقتران وشلت التليفون ده خالص والساعه في مكان والتليفون في مكان، هل الصوره هتفضل موجوده؟ الصوره هتفضل موجوده. تاني حاجه بقى عايزك تعملها وهي ان انت تخش على البلوتوث بتاعك، تفضل ضغطه طويله كده. البلوتوث بتاعك هنا لو عملنا كلمه بحث هندور على الساعه، طبعا هو مش هيلاقيها. فالفكره ان احنا عايزين دلوقتي نضيف الاسامي او نضيف لو حد رن عليا على التليفون هنا يجي لي على السمارت ووتش بتاعتي. كل اللي هتعمله في السمارت ووتش هخش على الاعدادات عادي جدا، هخش على الاتصال، طلب الهدف، اكتب اي رقم كده ودوس اتصال. تمام، دوست انت اتصال اهو، هيظهر لك الشكل اللي انت شايفه ده كده. هيجي هنا عندك في التليفون كده اسم الساعه اهي اللي هو ال HK8 برو ماكس كول، يعني مجرد ما بتدوس عليها انت كده خلاص كل حاجه هتجيلك على التليفون هنا هتجيلك على السمارت ووتش بتاعتك. تفتح طبعا كل الحاجات الخانات اللي قدامك دي. عندك جهاز الادخال، جهاز الادخال ده يعني التحكم عن بعد، وده حاجه اصلا ما حدش بيستخدمها. مشاركه جهاز الاتصال دي حاجه مهمه، اعدادات الصوت، وده بقى مهم برضو اعدادات الصوتيه للوسائط. ده لو انت بقى عايز الاصوات تطلع من التليفون بتاعك، ركز معايا، التليفون بتاعك، فانت هتقفل الخيار ده. لو انت عايز بقى تشغلها على السمارت ووتش بتاعتك عادي، فانت هتسيب الخيار ده مفتوح. ودي حاجه برضو كان كذا واحد سألني عليها. نرجع بقى للبرنامج بتاعنا زي ما كنا. نرجع هنا بالسمارت ووتش ونسيبها عادي بره. ندخل هنا على حاجه تانية برضو عايز اكلمك عنها وهي التنبيه. دي حاجات المفروض ان انت تفتحها كلها عشان كل الاشعارات اللي تجيلك للسمارت ووتش بتاعتك. انا فاتح كل حاجه طبعا قدامك اهي. عندك البرنامج نفسه، الجيميل، عندك التيك توك، عندك الفيسبوك، عندك الهاتف، كل الحاجات دي هتجيلك على السمارت ووتش بتاعتك. طبعا هنا جهات الاتصال دي حاجه مهمه جدا، انت لو عايز تضيف ارقام تظهر لك هنا بالاسامي بتاعتها، فانت ممكن تضيف 8 او 10 ارقام بس، ما ينفعش تزود عن كده. فانت اختار الارقام المهمه وتزودها عندك هنا عشان تشتغل معاك. اول ما حد يرن عليك من الارقام المهمه دي اسمه يظهر عندك في الساعه بتاعتك. في حاجه بقى مضايقاني في الساعه دي هي بطاقه العمل. بطاقه العمل دي باختصار شديد جدا هي التويتر مثلا، الواتساب، الفيسبوك، الكيوكو، حاجات من حاجات كده مش عارفها اصلا معناها ايه الحاجات اللي فوق دي، بس مش مهم. الفكره ان هي بتعمل اقتران بالواتساب بتاعك عشان يجي لك هنا الرسائل بتاعتك بالعربي، وطبعا ما بتجيش مقطعه، تيجي رسائل 100 100. فالفكره هنا انت عايز ترد عليها مش هينفع ترد عليها من السمارت ووتش بتاعتك، طبعا هي اشعارات بس. في عندك تقارير الطقس ودي تشتغل معاك هنا تمام 100 100. جهاز البحث ده لو انت عايز تدور على الساعه بتاعتك مكانها فين، وبرده الساعه ممكن تدور على التليفون. التذكير الصحي ده برده حاجات مهمه انت ممكن يعني تقعد تظبطها، اللي هو التذكير باعتدال، بدل ما انت قاعد نافع كده لا تفرد لي ظهرك شويتين، الساعه بتتحكم في الكلام ده كله. كلمه محفظه دي طبعا الحاجات اللي انت ممكن تدفع منها بالكيو ار بالساعه بتاعتك، يعني انت تعمل كيو ار على الساعه تدفع منه، ودي حاجات طبعا احنا قليل جدا ما بنستخدمها. عندك هنا انذار، ودي حاجات زي منبه كده. في عندك التقاط الصوره، دي طبعا بيفتح هنا. بص ايه اللي حصل اهو، هنا كده مجرد ما هتدوس هنا هي اللي هتصور الجنب ده، يعني هي كده خدت الصوره خلاص. فهنا ما بتصورش، عشان بس ايه نوضح المعلومه دي. هنا اعدادات اخرى بقى هي حاجتين، هو يعني حساب الطاقه بتاعتك، سعرات حراريه طبعا، رفع المسام دي لو انت عايز الساعه مجرد ما ترفعها كده تشتغل، ودي حاجه بصراحه انا ما بحبهاش عشان بتستهلك من البطاريه معاك. اداره الجدوله دي تمام، دي حاجات برضو انت ممكن تعملها بالنسبه يوم عايز تفتكره، مثلا ساعه معينه في مناسبه جايه فانت عايز تفتكر اليوم ده، فانت ممكن تعمل هنا جدوله لليوم والساعه تفكرك بحاجه زي كده. اعدادات اسم المحمول دي احنا عملناها، يعتبر اصلا دخلنا على البلوتوث وعملنا الكلام ده تمام. دي حاجات بقى اكتر، يعني مثلا تخش على البرنامج نفسه وير فيت برو وتعمل له كل يعني الصلاحيات ان هو يوصل لكل حاجه هو عايزها، ودي حاجه برده ما تقلقش منها. في بقى حاجه اسمها تركيز البرنامج الثابت.
ده كده انا عملت التركية دي قبل كده، ده احدث حاجة بالنسبة للبرنامج وبالنسبة للساعة، فهو بيحدث لك كل البرنامج من جديد. فانت لو عندك الخيار ده مش متظبط فانت هتدوس عليه. واعادة ضبط المصنع ومعلومات الجهاز، ودي كلها حاجات احنا عارفينها. في حاجه اخيره بقى عايز اكلمك عنها، وهي ازاي ان انت تعمل الساعه بتاعتك من التوقيت 24 لتوقيت 12. فكره بسيطه جدا لاي ساعه عموما، مش الساعه دي بس، ان انت هتغير خلفيه. دور على اي خلفيه شغاله بالتوقيت ده اللي هو ال 12، هتلاقيها اشتغلت معاك عادي جدا. وكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. طبعا يا رب يكون الفيديو عجبكم. طبعا لو وصلت لحد هنا فانت بصراحه كده بصراحه يعني مش عارف اقول لك ايه بالنسبه للحر اللي قاعد فيه ده. فيا ريت ما تنساش طبعا تعمل لايك او تشترك في القناه، طبعا تفعل جرس التنبيهات. لو عندك اي مشكله بالنسبه للساعه دي وبالنسبه لاي سمارت ووتش ثانيه فممكن تبعت لي على الانستجرام، الواتساب، الفيسبوك، كل ده موجود عندك في الديسكربشن تحت. واستنى الفيديوهات الجايه كتير ان شاء الله، وزي ما بقول لكم دايما فكروها صح. وطبعا ما تنسانيش في الانستجرام، ابعت لي على الانستجرام وانا دايما معاك.